عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة الأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. كل سنة وانتم طيبين. قبل أي حاجة بمناسبة شهر رجب، فأنا حبيت أوريكم النهاردة أنا جبت إيه لبنتي، رايحة أزورها عشان خاطر موسم رجب، فجبت لها حاجات بسيطة، فحبيت أصورها معاكم وأوريكم الحاجات البسيطة اللي أنا جبتها لها. اوريكم. بص، اول حاجه اهو، طبعا اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم جديد. لو عجبتكم بس ايه الفيديوهات البسيطه اللي انا بعملها. انا جبت لها هنا ايه، جبت لها خيار، لا ما حدش يستعجل. وجبت هنا جبت لها فاصوليا، وجبت لها فاصوليا خضراء بس لقيتها حلوه في السوق اهو، ورقه خس. وجبت لها هنا بطاطس، بص قدامي وشه، جبت لها بطاطس، وجبت لها هنا بسله وجزر عشان اضبط الشنطه. ادي جبت لها بسله بسله وجزر اهو، البطاطس. وجبت لها 5 كيلو قوطه، جبت لها 5 كيلو قوطه، وجبت لها 5 كيلو بطاطس، وجبت لها كيلو فاصوليا، وجبت لها كيلو بسله وجزر، وجبت لها خيار. وهنا دي شنطه فيها رز، دول 5 كيلو رز. الشنطه دي كده فيها 5 كيلو. وشنطه تانيه نوع تاني 5 كيلو برضو رز اهو. وجبت لها فراخ، وجبت لها لحمه، ودي الفراخ ودي اللحمه. مش عارفه كمان حاجه. ودي اللحمه حطاها طبعا في الفريزر عشان جايباها، وحطاها في الفريزر اهو. ودي الفراخ واللحمه. وهنا جبت لها هدوم، جبت لها هنا شويه هدوم برضو، جبت لها عبايتين، وجبت لها ترنج جينز، وجبت لها شنطه وحاجات يعني هنا دي جايبها لها. وطبعا دلوقتي لسه هنزل تاني واجيب لها ايه، لسه هجيب سكر واجيب زيت، هجيب سكر وزيت واجيب مكرونات. يعني كده ده الخضار اللي انا جبته، والرز بس واللحمه والفراخ. لسه بقى هنزل واجيب لها بقى الايه، الزيت والسكر. ومهيئت لي ايه، ما عنديش سكر، حته حاجه كده في الشنطه. نجيب كله قلت بقى ايه، اجيب لها بقى كده ناقص عليها كده، هجيب ايه، هجيب شويه مكرونات. هجيب لها مثلا حوالي 10 كيلو مكرونه مشكل تمام. وهجيب لها 3 اكياس سكر، عشان طبعا السكر انتوا عارفين السكر غالي كويس اوي، 3 اكياس. واجيب لها ازازه زيت اللي هو 2 لتر، واجيب لها ربع شاي. يعني اجيب لها ايه الحاجات اللي هي اللي ناقصه. لقيت عايزه برده ملح، واجيب لها توابل. يعني كده دي الحاجات اللي انا جبتها دلوقتي من السوق تمام. وطبعا اللحمه والفراخ انا كنت جايباهم من امبارح وحطاهم في الفريزر، عشان طبعا ما كانش هينفع انزل اجيبهم دلوقتي في وقتها، عشان خاطر كده ايه، اعرف بالظبط ايه الحاجه اللي ناقصه واجيبها لها. دي الحاجات كده اللي انا جبتها لها كده. وطبعا برضو ايه، يعني انا مش هنسى حماتها عشان هي معايا في البيت، فبرضو حماتها هجيب لها ايه، هجيب لها معايا، هجيب لها سكر ورز ومكرونات وزيت، عشان خاطر برضو ايه، حماتها مش هجيب لها خضار. يعني هي الخضار بس هجيبه لبنتي، انما ايه حماتها هجيب لها رز ومكرونات والحاجات دي بس، انما مش هجيب لها خضار. انما هي الخضار هي اللي هيجي بس عليه.
كده الخضار اللي لقيته في السوق، والله الحاجه صبحه في السوق جميله. هي بقى تبدل بالبسله وتوضب بقى الايه الفاصوليا الحاجة. عشان خاطر هما فردين بس، فهي توضب الحاجه بقى وتشيلها في الفرن على قد الاستعمال. الحاجات بصراحه الحاجه يا جماعه والله العظيم يعني الحاجه غاليه قوي 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 في السوق. الحاجه يعني بعد يجوز وبعد كده مواسم وبعد كده يا نهار ابيض مفيش راحه ابدا. مفيش راحه في الجواز. الواحد قال حتى لما يجوزه ما يرتاح، مفيش راحه ابدا. مفيش راحه. اللي يا ماما انا ناقص عندي عايزه عايزه لحمه وعايزه فراخ. نجيب من اللحمه اهو. اللون اهو. لو الواحد بيعمل الحاجه بيبقى خايف يبقى ناقص حاجه، عشان خاطر محدش يتكلم ومحدش يقول ما جابوش ما عملوش. يعني ايه، بنحاول نرضي كل الاطراف كده. بس الحاجه دي عشان ايه الحاجه ما تتقطعش وتتفك. طبعا ده موسم ايه رجب، لسه بقى طبعا لسه موسم رمضان. رمضان بقى طبعا هنجيب لها ايه حاجات تانية خالص مختلفة. نجيب لها بقى يا مش رمضان. وطبعا انتوا عارفين الاسعار عاملة ازاي، يعني بصراحة ربنا يرحمنا. بس يلا الواحد بيقول اهم حاجة بس ربنا يكملها بالستر والصحة، مش عايزين حاجة اكتر من كده. وربنا يقدر الواحد وما يأثرش معاهم في حاجة. والله الواحد بنجيبها له ما بنأثرش معاهم في حاجة خالص. اللي هي بتطلبه بجيبه لها. هي حتى قالت لي انا عايزه، مع انها فلوس عروس، قالت لي انا عايزه عبايتين وعايزه ترند حاجات زياده. قلت لها طيب ماشي، جبت لها دول برضه اهو. خلاص يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر ما يأثرش في حاجه. لسه بقى كده هنزل بقى اجيب لها تاني بقى ايه، اجيب لها قلت لكم زي ما قلت لكم هجيب لها سكر. قلت عايزه سكر واجيب لها ملح واجيب لها مكرونات واجيب لها زيت. الحاجات اللي هجيبها دي من السوبر ماركت زي ما اجيبها لها هجيبها لحماتها برضه. حماتها هجيب لها زيادة عليها رز. اجيب لها برضو 5 رز حماتها، واجيب لها 5 مكرونه، واجيب لها 3 سكر، واجيب لها اللي هو ازازه الزيت اللي هي ايه اللي هي 2 لتر ونص دي. حبيت بس اوريكم الحاجات البسيطه اللي انا جبتها، وحبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا اعز واغلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. ان شاء الله يكون شهر خير وبركه يا رب علينا وعليكم، اللهم امين يا رب. وان شاء الله ربنا يرزق الجميع ويكرم الجميع يا رب، واللي نفسه في حاجه تتحقق، واللي مزنوق ولا زنقه ولا في ضيق ربنا يكرمه ويديله يا رب على قد نيته ويرزقه، وما يحرم حد من حبايبه ابدا، ولا يحرم حد من صحته، ولا من صحه ولا من ستر. كده كده الحاجات البسيطه يا دوبك بقى ايه علم من الحاجه بقى. اروح بقى اودي لها الحاجه بقى، ابدا يا دوبك اجيب الحاجه يا دوبك وبعد كده اروح اوديها لها. بس اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا اعز واغلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.